نفسي اعرف لعيبه الاهلي مش بتستغل تحركات مروان عثمان وبتبصيله في المواقف اللي هو بيكون فيها واخد تمركز صح ومهيئ نفسه انه يستلم الكرة. يعني تعالى نعد كام هجمه كان مروان عثمان اتحرك في المساحه وكان سهل جدا ان لاعب الاهلي يبصيله، ولكنه اختار اوبشن تاني قد يكون الاقل واقعيه. يعني هنا مروان اتحرك في المساحه، امام عاشور شاط. هنا مروان اتحرك في المساحه، زيزو شاط. طب هنا مروان اتحرك في المساحه، زيزو برضه شاط. طب هل لو استغلت تحركات مروان هيبقى في انتاجيه؟ اكيد هيبقى في انتاجيه، لانه في الجول الاول اللي سجله تريزيجيه تحرك مروان عثمان قدر انه يسحب معاه المدافع، بالتالي يبقى في مساحه كبيره لتريزيجيه انه يبقى موقف فردي 1 على 1 ويقدر يستغله، وفعلا يستغله وسجل. حتى في الجول اللي سجله مروان كان بيتحرك في الهاف سبيس او انصاف المساحات. اول ما لقى ان امام اتحرك واستلم الكرة، شوف تحرك المهاجم الذكي وتمركزه وتوقعه لمسار اللعب، وقف ازاي، سجل ازاي. حتى لما بينزل على منطقة الجزاء بيشغل اللي حواليه، بيصنع لك فرص. الخلاصة ان مروان وايد 9 او مهاجم حر، مش مهاجم صريح جوه البوكس. فبالتالي لو كل اللاعبين اللي تحت مروان قرروا انهم يلعبوا مع مروان اكتر، هم اللي هيستفادوا اكتر من مروان.